بس مختلفه. ما هو فعلا كده. احنا مش جايبين يعني الكاب الموف ده انا مش عندي منه قطعه تانية بنفس اللون. صح. الزيتي ما عنديش منه قطعه تانية بنفس اللون. كل الالوان الاوف وايت اللي على البيجات والالوان اللي على البيجات دي كلها هي قطعه واحده بس. لا انت بنميز العميل برضو. لا في انا عندي عملاء بتحب تلبس الحاجه، لا انا مش عايزه حد يلبس الحاجه بتاعتي. لا انا عايزه. استاذ محمد بيحاول برضو ان هو ايه بيتنوع بالحاجات زي كده. في خامات تاني بقى غير الاستراس ده؟ طبعا الكاجوال، عبايات سعودي الحرير اللي هي البيزك خالص. عندنا خامات اللي هي الكريشه دي برضو خامه ترندي شويه. للحاجات الابيض للمعتمرين، كل حاجه موجوده داخل الفرع. انتوا بتصدروا للخارج طبعا، وفي شحن للمحافظات؟ عندنا شحن لجميع المحافظات. بنصدر بره مصر. عندنا جمله وعندنا قطاعي. مش مش قطاعي بس في الفرع، لا احنا عندنا جمله وعندنا قطاعي. فبنحاول بقدر الامكان ان احنا نوصل المنتج بتاعنا ونخلي فعلا تكون ملكه. الست بالنسبه لنا تكون ملكه. يعني الشايف الاماراتي اللي احنا لابسينها دي او الكاب ده ينفع كمان لرمضان جدا، للخيام الرمضانيه، للسحور او الافطار في عزومه او حد معزوم عندك وللعرايس طبعا. واحنا برضو بنميز نفسنا. احنا بس مش بننزل الكوليكشن ده بس في القطيفه. احنا الكوليكشن ده برضو بننزله في الحرير. يعني انا متوفره عندي في الحرير الصيفي. طبعا. لا مش اللي هو بيبقى بس اللي هو مخمل وخلاص، لا عندي منه الحرير طبعا. لا شيك جدا بصراحه ومختلف، ستايل مختلف جدا يا بنات. هنحط لكم البيج بتاعهم وادخلوا اعملوا اوردرات لكل عروسه كمان تقدر. ده ينفع كمان كعبايات استقبال، وينفع للخروج اللي انت لو فطار في رمضان او سحور او حد جاي لك تستقبلي بيه كستايل مختلف. في كمان افاطين مغربي ستايل بقى. عندنا ستايلات تحف يعني هتعجب حضرتك جدا وهتعجبهم جدا. جميع الالوان للعرايس، الاوف وايت والبيبي بلو برضو، عشان البيبي بلو برضو واخد ترندي شويه. الجولدات. عندنا الخامات الستان كمان يعني برضو عشان عندنا ملاحف. في حاجه اسمها ملحفه اللي هي نظام الفراشه. عبايه كده خليجي نظام الفراشه. عندي الملاحف في قلب المكان. يعني استاذ محمد صح؟ طبعا عندي القاب الخليجي السعودي. طبعا عندي شنط، عندي اكسسوارات. بنحاول بقدر طرح. بالظبط. انا بحاول يعني ايه، بنحاول بنبقى ملمين بالموضوع كامل. يعني العميل بيدخل لا هو كل احتياجاته موجوده ما شاء الله. انا لما شفت يا جماعه المكان عندهم، علشان استاذه شيماء تنورني النهارده، وهقول شوشو بقى مش طبعا شيماء خلاص احنا بقينا اصدقاء بقى عادي بقى والكاميرا عادي طبعا. شيماء النهارده معايا لان بجد المكان عندهم يستحق ده يا جماعه.